موقف 25/30 من قانون القيمة المضافة بشكل عام. لا، ده كلام سيتم تحديده الآن، بمعنى ان احنا عاملين هذا اللقاء وعازمين ضيوف كتير من البرلمان علشان نقول رأينا وتصورنا لهذا القانون ونسمع آراء الزملاء التانيين. وحتى الآن يعني لم يتبلور، أنا عن نفسي ضد القانون وضد القرض الصندوق، لكن يعني ده رأي فردي. هل ممكن نغير الرأي ده بعد ما نسمع كلام؟ ممكن، طبعا ممكن، يعني مش دogma ومش انما طبعا ممكن، لكن اي شيء في الدنيا قابل للنقاش. لكن ده اللي هنسمعه من الزملاء وهنعرض افكارنا فيه ونتعرف عليهم ويتعرفوا علينا. اداء المجلس بشكل عام في فصل التشريع الاول. المجلس كله اداء جيد. هذا برلمان ظلم كثيرا بمعرفتكم، ظلم اعلاميا. اتفضل طبعا. ظلم لان انتوا في الصحافه المصريه عندكم مرض اسمه التنميط. البرلمان ده في اكبر عدد من الشباب، في اكبر عدد من النساء المنتخبات، في اكبر عدد من الاشقاء. يعني حضرتك شايف ان الاعلام ظلم البرلمان؟ نمط المجلس حقيقه وبشكل مش حلو. انما هذا البرلمان ممكن يكون حصل اي مآخذ في العمل اليوم، احنا بشر. انما التنميط حول الامر الى شكل انا رايي مخالف تماما للحقيقه. انا لا مصلحه لي وانا راجل معين، لكن انا شايف انه تجربه شديده الاهميه في مصر ظلمت منكم بس.